السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي موناليزا هاند ميد. هنعمل مع بعض الشال الجميل ده، هو عجبني أوي، نحاول نجربه مع بعض. أنا عندي بستخدم صوف أليزا أنجور جولد. تمام، عندي الأسود والجنجان. أحب يعني اللون بتاعه يبقى جميل جدا. الألوان الجنجان دي بستعمل معاها إبرة 2 ملي. هجيب الخيط الاول الالوان هشتغله، ابتدي اعمل دايره، فبعمل عقده البدايه بتاعتي، وبعدين هعمل 5 سلسله عشان ابتدي اقفلها واعمل الدايره بتاعتي. هاجي على اول غرزه اشتغلتها وادخل الابره واسحب الخيط، يبقى انا كده عملت غرزه سحب وقفلت الدايره بتاعتي. نبتدي بعد كده نشتغل جوه الدايره دي، هنشتغل فيها 16 عمود بلفه. 16 عمود بلفه. هرتفع اول حاجه 3 سلسله، والتلاتة السلسلة دي انا هعتبرها اول عمود. ابتدي ادخل بقى جوه الدايرة نفسها، هلف الخيط على الابرة بتاعتي وابتدي اشتغل. انا كده عملت التلات سلاسل اول عمود، يبقى فاضل لي كام؟ 15 عمود بلفة. فهبتدي اعمل 15 عمود بلفة لحد ما خلصتهم واقفل الدايرة بتاعتي. تاني عمود، وبعد كده الف الخيط واخش اشتغل العواميد التانية لحد ما اخلص 16 عمود. والشنطة عبارة عن وحدات احنا بنجمعها، وبعد كده بنجمعها بقى باللون الاسود. بنشتغل تشبيكات باللون الاسود ان شاء الله يطلع جميل باذن الله. انا بشتغل هي الوحدات بتاعتي، الاعمدة بتاعتي. خلصت خالص كده العواميد، فعندي مجموع العواميد اللي في الدايرة 16 عمود، وده اول سطر عملناه. نيجي بقى الاول عمود عملت له 3 سلاسل، فبعد 1 2 3، وفي تالت سلسلة بدخل واسحب بمنزلقة عشان اقفل الدايرة بتاعتي. وبعدين اسحب الخيط اللي انا كنت بادية بيه كده بشده عشان اقفل الفراغ اللي في الدايرة. بعدين هرتفع 7 سلاسل، والف الخيط على الابرة بتاعتي وابتدي اشتغل عواميد. ابتدي هنا اسيب اول غرزة وادخل في التانية. يعني انا عملت اول حاجة 7 سلاسل، وبعدين سبت اول غرزة بعد العمود اللي ارتفعت بيه، وادخل في تاني عمود، في تاني غرزة فوق التاني عمود لحد ما اشتغل كده. يعني اسيب غرزة واشتغل في التانية، اعمل 4 سلسلة والف الخيط، وبعدين هعد 1، اسيب الغرزة دي وادخل في الغرزة اللي بعدها. يعني بسيب عمود وادخل في عمود. انا عايزة اعمل فوق في الدايرة دي حواليها اعمل 8 فراغات ب8 اعمدة. انا خلصت كده، هنشبك بقى، عملت 8 فراغات 8 اعمدة، وهنقفل نقفل الدايرة بتاعتي. انا عندي هنا اول حاجة عملتها بعد 3 سلاسل، في التالتة بدخل وبعدين اشد وادخل واقفل الدايرة بتاعتي. يبقى ده تاني سطر، عملنا 8 فراغات بين كل عمود وعمود، 8 أعمدة و8 فراغات بين كل عمود والتاني 4 سلسلة. هبتدي اشتغل في اول فراغ يقابلني، احنا قلنا ان ده تاني سطر، واعمل غرزة حشو، وبعدين اطلع ب3 سلسلة وده عمود. ابتدي ان انا اعتبره اول عمود عشان هشتغل جوه كل فراغ يقابلني هعمل 7 أعمدة عمود بلفة، يعني 7 عواميد العمود بلفة واحدة بس. ده تالت سطر انا بشتغله. ماشي، هبتدي اعد الاعمدة بتاعتي، لازم بيعملوا 7 عواميد منهم التلات اول عمود اللي هو الارتفاع اللي انا عملته 3 سلاسل. ادخل الفراغ اللي بعده هدخل برضو على طول الف الخيط وادخل واشتغل 7 أعمدة. انا هشتغل هنا في 4 فراغات، يعني 4 فراغات في اللي احنا عاملين 8. لا، هشتغل في 4 بس، في كل واحدة 7 أعمدة بالشكل ده. انا خلصتهم. ده السطر التالت، هلف عشان اعمل السطر الرابع. 4 فراغات دولت هنسيبهم، مش هنشتغلهم دلوقتي. هبتدي اشتغل واعمل 5 سلسلة، وبعدين هعد 1 2، اسيب فراغين وادخل في التالت. يعني هسيب اول عمود تاني عمود، اول عمود ده مش هحسبه، اللي بعده 1 2 ادخل في التالت. يعني اول عمود هسيبه، تاني عمود وادخل في تالت عمود واعمل غرزة حشو.
كمان هعمل 5 سلسلة واعد اول عمود اسيبه، تاني عمود، تالت عمود هدخل فيه واعمل غرزة حشو. انا هنا هشتغل فوق السطر ده هعمل 9 فراغات، 9 فراغات. هعمل 5 سلسلة وادخل اسيب 1 2 وادخل في التالت اعمل غرزة حشو. ده رابع سطر اللي احنا اشتغلناه. تمام. اخلص، يبقى عندي اول ما اخلص الفراغات دي او نص الدايرة دي هيبقى عندي ايه، 9 فراغات. دي اخر واحدة عندي، هدخل واعمل ايه، واعمل غرزة حشو. تمام. انا كده خلصت السطر الرابع اهو بالشكل ده. عملت 9 فراغات او 9 نص دايرة، وبعدين هبتدي اعمل 2 سلسلة وادخل في اول فراغ ده واللي احنا فيه واروح عاملة غرزة حشو. علشان ليه؟ عشان انا عايزة ابقى في نص بالظبط، في النص بالظبط هنا. فانا بعمل بس السلسلتين دول عشان اوصل للنص. بعدين هعمل ده بقى، ابتدي السطر الخامس هشتغل فوق كل الفراغات دي، نص الدايرة اللي احنا عاملينها دي. ابتدي اعمل 5 سلسلة وادخل في النص بالظبط كده واعمل غرزة حشو. سهلة طبعا، عشان انا ايه، الفراغات قدامي مش هعد اي حاجة. انا هنا وانا بطلع بشتغل كده هقلل عدد الفراغات او عدد نص الدايرة اللي انا عاملاها، لان كان 9. السطر دوت الخامس ده هيبقى عبارة عن 8 فراغات. تمام. اخر حاجة عندي اهي. ماشي كده، انا كده خلصت السطر بتاعي. كده السطر الخامس خلص معايا. عملت ايه، عملت 8 فراغات. تمام. يبقى انا اول ابتديت ب9 وبعد كده 8. السطر اللي بعده هيبقى 7 واللي بعده هيبقى 6. يبقى كده انا هعمل 4 سطور كمان، يعني سطرين واعمل سطرين كمان يبقى 4. اي سطر ببتدي بسلسلتين وبدخل في النص واعمل غرزة حشو عشان ابدأ سطر جديد. كده السطر السادس. يبقى عندي السادس والسابع، يبقى انا كده عملت 7 سطور اهو. انا كده عملت 4 فراغات، 1 2 3 4. ماشي كده. وبعدين هبتدي اعمل ايه، يبقى اخد الحاجة عندي كنا بادين ب9 8 7 6، يبقى عندي 6 فراغات في الاخر خالص. عندي بقى كل الفراغات دي هملاها ب7، كل فراغ 7 اعمدة دايري دايري كده لحد ما اوصل ما انا ابتديت. هنبتدي نشتغل حتى الاجزاء الفراغات اللي انا سبتها في الاول خالص، ال4 دول هشتغل فيها. فهعمل حاجة، اول حاجة هبتدي ارتفع 3 سلسلة، وده اول عمود عندي. وبعدين هلف الخيط وادخل في الفراغ ده واعمل 7 عمود. طبعا عمود بلفة واحدة بس. وهنعد الاعمدة. خلي بالنا اي حاجة بشتغلها بعد عشان العدد بتاعي بقيس عليه، ببني عليه بعد كده باقي الشغل. هعمل 7 عواميد، عمود ايه، كل عمود بلفة واحدة. 7 عواميد اهو في فراغ. على طول الفراغ اللي جنبه برضو هدخل فيه وابتدي اعمل 7 عواميد، كل عمود بلفة واحدة لحد ما اخلص عندي كل الفراغات اهي. حتى الاجزاء بتاعتي او الفراغات بتاعتي اللي انا كنت سايباها في الاول قلنا مش هنشتغل فيها، هنشتغل فيها بعد كده اهي، اللي في الدايرة الاولانية اللي احنا كنا عاملينها هشتغل برضو فيها 7 فراغات لحد ما اوصل لنهاية ما ابتديت كده. ادخل فيها على طول بدون فواصل واعمل 7 عواميد. خلي بالنا نعد كل الشغل بشتغله، لازم اعد كويس عشان ما انساش ولا عمود. انا كده خلصت خلاص الشغل بتاعي. عملت 7 عواميد في كل فراغ قابلني بقى بالشكل ده. وبعد كده هبتدي اول 3 سلاسل عملتلهم عد 1 2، وفي التالتة هدخل واسحب خيط واعمل وحدة منزلقة واخرج بالابرة بتاعتي بالخيط. بعد كده هبتدي دي الجزء بتاعي اللي انا عملته الوحدة دي، هبتدي اعمل داير كده عليها فوق الشغل ده كله 12 فراغ.
هحاول اعمل 12 فراغ. اعمل ايه؟ هبتدي ارتفع 10 سلاسل، وبعدين هعد بقى عمود، اسيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وادخل في ال10. هي دي كده بالشكل ده. ده الفراغ اللي انا هعمله فوق الايه، فوق الشغل اللي عملته. بعد كده هبتدي اني اعمل 10 سلاسل، وبعدين ابتدي اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وادخل في ال10. انا بقى احاول بقى اظبط معايا الاعداد، يعني هبتدي احاول اظبط الاعداد، مرة اخليها 10، 9 مرة اخليها 10، فعشان خاطر اظبط الموضوع ومطلعش عندي اعداد ايه او اتلخبط. ابتدي اعمل لحد ما اخلص كل ال12 فراغ اللي بتوعي اللي في المطلوبين مني، 10 سلاسل، وادخل اعد 9 اعمدة، وبعدين ادخل اعمل غرزة حشو. تمام كده، انا خلصت اهو. اخر حاجة عندي بعمل 10 سلاسل، وبعد كده ايه هدخل في اول واحدة عملتها بالظبط كده. بس كده وانا خلصت. عندي عملت 12 فراغ بالشكل ده، او 12 نص دايرة، عشان هبتدي اعمل فيها مراوح، نسميها مروحة. تمام. بعد هخش كده في الفراغ الاولاني واعمل حش، وبعدين هعمل 5 سلسلة. ليه 5 سلسلة؟ عشان هنا هشتغل عمود بلفتين. اخد لفتين على الابرة، وبعدين ادخل واطلع من لفتين، واسحب خيط واطلع من لفتين، واسحب خيط واطلع من اخر لفتين. هبتدي برضو اعمل، يبقى انا كده هشتغل هنا بعمود بلفتين. هعمل في كل فراغ 14 عمود، 14 عمود لعمود بلفتين. ماشي، يعني العمود ده اطول من الاعمدة التانية. انا كده عملت ال14 عمود عندي. طب الفراغ اللي بعده بقى هعمل فيه ايه؟ هبتدي ان انا اعمل حشو. فهاجي هنا الاعمدة بتاعتي، هبتدي ادخل من تحت الفراغ التاني ده واعمل غرزة حشو. لقيت الموضوع طويل عبال ما اوصل للي بعديها، فهعمل 3 سلسلة، وبعدين هعمل حشو تاني على امتداد ال3 سلاسل اللي انا عملتهم بالشكل ده بالظبط زي الكوبري كده، عشان اوصل للفراغ التالت. يبقى انا عملت ال14 عمود، وبعد كده حشو 3 سلاسل حشو. الف بقى لفتين على الابره، واخش في الفراغ التالت، وابتدي اعمل اول عمود بلفتين. برضو هكرر الاعمده، يعني هعمل 14 عمود. يبقى انا بعمل 14 عمود، وبعد كده الفراغ اللي بعده بعمل فيه حشو وسلاسل وحشو، وبعد كده ادخل في اللي بعده واعمل 14 عمود. يعني انا هعمل هنا في ال12 فراغ عندي دولت هعمل 6 مراوح. دي اسمها، نسميها مروحة. تمام. في كل واحدة 14 عمود، العمود بلفتين. انا كده خلصت اهو. عندي ال6 مراوح بتاعتي بالشكل ده. بعدين هبتدي بقى نيجي عند هقفل الخيط بتاعي، كان اتقطع، فانا هقفل هنا. عندي الأعمدة الخمسة اللي انا ابتديتهم، واطلع اعد لحد 5 عمود، وادخل في الغرزة ال5، واقفل واعمل غرزة ايه منزلقة، واسحب الخيط. انا طبعا الخيط ده بعمله تنظيف وبثبته عشان الشغل بتاعي يبقى نظيف، وفي نفس الوقت ما يفكش مني. واكمل بقى شغل. هدخل بقى ازاي؟ عندي انا هنا 14 عمود، بس انا هنا هعمل 15 عمود فوق ال14 دولت. فهبتدي ابتدي من هنا. شايفين العمود ده؟ ده مش عمود، بس ده كنا هنحسبه عمود. هندخل فيه ونسحب الخيط بتاعنا. معلش الخيط اتقطع مني. وبعد كده هبتدي ان انا اشتغل وارتفع. في البداية هنا هرتفع 6 سلاسل. فاقول 1، واثبت الخيط، 2 3 4 5 6، وبعدين الف. مش لفتين، 3. انا هنا هعمل عمود ب3 لفات، وابتدي اول عمود عندي على طول ادخل فوقه واشتغل عمود ب3 لفات. اول فتلتين هخرج منهم، بعد كده الف خيط واطلع كمان من اللفتين التانيين، والف خيط واطلع من التلفات لحد ما اخلص اللفات بتاعتي. وبعدين هعمل واحدة سلسلة، والف 3 لفات، واعمل كمان عمود فوق العمود على طول اللي هيقابلني.
مفسيبش هنا عواميد، هشتغل على طول فوق كل عمود عمود، وبين كل عمود وعمود واحدة سلسلة. يبقى انا بشتغل هنا عمود ب3 لفات، بعدين اعمل سلسلة والف الخيط بتاعي 3 مرات، وابتدي اشتغل فوق العمود اللي قابلني على طول. انا كده هعمل فوق الاعمدة دي، احنا قلنا 15 عمود، خلي بالكم محدش ينسى 15 عمود، العمود ب3 لفات لحد ما اخلص. عندي اول مروحة قابلتني بعمل عمود ب3 لفات سلسلة، عمود ب3 لفات سلسلة، سلسلة، واخر اعمل عمود كمان 3 لفات او كده. هنعد طبعا الاعمدة، خلي بالكم لازم نعد الاعمدة. هبدأ تيجي بقى اجي هنا على طول في المروحة اللي احنا اللي فيها ال14 عمود اللي بعد كده، وادخل في اولها كده على طول واعمل ايه، واعمل غرزة حشو. يبقى عندي كده من الجنب اللي ابتديته واقف ومن الجنب التاني نايم. تمام. بعد كده بطلع 6 سلاسل، وبعدين الف الخيط 3 لفات على الابرة، وابتدي اعيد نفس الاعمدة اللي انا عملتها هنا. اعمل 15 عمود، وبين كل العمود ب3 لفات، وبين كل عمود وعمود ايه غرزة سلسلة. يعني في فراغ سلسلة بين كل عمود وعمود 3 لفات، وادخل فوق العمود على طول، وابتدي اعمل عمود ب3 لفات، بعدين اعمل سلسلة، وهكذا لحد ما اخلص بالشكل ده. انا عملت 6 مراوح شايفين بالشكل دوت. هاجي بقى ان انا اخر حاجة عندي هثبتها بقى، هقفلها. احنا قلنا بيبقى جنب نايم وجنب واقف كده، فاروح داخلة عاملة زي رشة مروحة بالظبط، داخلة في اول غرزة عملتها خالص في الاول واثبتها. هيبقى بالشكل ده الاعمدة اللي انا عملتها الايه. انا بعد كده هشتغل بين العواميد اللي احنا عاملين ال15 دولت، فانا هعمل 3 سلسلة عشان زي الكوبري لحد ما اوصل لنص فوق كده بين العمودين، وبعدين هدخل واعمل حشو. طب ماشي كده، وبعد كده هعمل سلسلتين هعتبرها عمود، وهدخل بقى ايه الف الخيط على الابرة لفة واحدة، وادخل اعمل عمود بلفة واحدة. يعني بين كل عمودين هعمل 2 عمود بلفة واحدة. ادي 1 2 بدون فراغ، الف الخيط وادخل على طول في الفراغ اللي بعده بين العمودين، واشتغل عمودين العمود بلفة واحدة بس. يبقى انا هنا بشتغل فوق كل مروحة او عندي عمودين يشتغل 2 عمود بلفة واحدة بين الأعمدة. انا كده خلصت اهو فوق ال15 عمود، بين كل 2 عمودين بلفة واحدة. هاجي على طول في المروحة اللي بعديها واروح داخلة برضو اشتغل على طول بدون فواصل، واعمل 2 عمود كل عمود بلفة واحدة بين العمودين اللي تحت اللي هم ال15 عمود، لحد ما اخلص كل السطر بتاعي، وبعد كده هقفله اهي. او ارتفاع اللي ارتفعته هعد وادخل اعد السلسلتين، واروح عاملة غرزة حشو او غرزة منزلقة. خلاص كده احنا قفلنا خلاص كده الخيط الملون، مش هشتغل تاني ملون. هبتدي بقى اجيب الخيط الاسود واشتغل بيه. بحاول طبعا الخيط بتاعي ان انا اثبته، وبرضو اعمل له عملية تنظيف بقى بإبرة التنظيف او بإبرة كروشيه رفيعة، ماشي، عشان شغلي يبقى نضيف. ادي اول حاجة عملناها في الالوان. ادي الوحدة بتاعتي، هبتدي بقى ابني عليها الخيط الاسود معايا. انا عندي هنا المروحة اهي ال15 وال15 احنا عملنا يعني الحتة دي اللي بين العمودين اللي بين المروحتين. هاجي هنا هسيب اول عمود، تاني عمود هدخل فيه على طول واسحب خيط اسود، وهبتدي ان انا اثبت الخيط دوت. هقعد الفه كده، الزيادة دي هلفها وانا بشتغل السلاسل. هعمل 5 سلسلة، ماشي، اعمل 5 سلسلة وانا ماشية احاول اداري الخيط دوت علشان طبعا ما يفكش معايا كده. انا بثبته معايا في نفس الوقت بداريه كأني بعمل عملية تنظيف بالظبط. انا عملت 5 سلاسل، هعد بقى العمود اللي تحت 1 2 وادخل في التالت، 1 2 وادخل في التالت، واعمل غرزة حشو،
وانا برضو ماشيه بثبت الخيط، خلي بالكم ما تسيبوهوش عشان ما يفكش معايا. اهي هي مش هتأثر على البتاع ولا حاجه، الخيط بتاعي. هعمل الغرزه دي احنا شايفينها كده زي برضو نص دايره، تمام. بعد كده هلف الخيط واعمل 5 سلاسل كمان وانا شغاله بدار الخيط بتاعي الزياده اللي انا بدأت بيه. 5 سلسله، وبعدين هاجي تحت واعد 1 2 وادخل في تالت عمود، 1 2 وادخل في تالت عمود. الشغل هيبقى كله كده. اعمل الحشو، وبعد كده 5 سلاسل واعد 1 2 تحت عمودين اسيبهم وادخل في العمود التالت واعمل غرزة حشو. اهي اهي دي الشغل اللي انا عايزاه، الفراغات دي عشان اعمل شبكة فوق بالاسود فوق الايه، هعمل 5 سطور الشبكات دي فوق الالوان. ابتدي بقى اكمل. فانا هعمل فوق بقى المروحة اللي هي 15 عمود ديت هشتغل فيها 9 فراغات باللون الاسود. 5 سلاسل واعد 1 2 واخش في التالت. نعد واحنا بنشتغل عشان ما نلخبطش. ماشي، انا هنا اهي انا عملت 8 فراغات اهو، تمام. فاضل واحد ايه، فاضل فراغ واحد. انا عملت 8، فهعمل ايه، هاجي بين الاتنين بالشكل ده اهو، هسيب 1 2 3 وادخل في الرابع. يعني كنت بس بعمل 1 2 واخش في التالت، لا هنا هدخل في الرابع عشان يبقى عندي 9 فراغات بالظبط. يبقى اعمل كده، اخش الحشو في العمود الرابع. لما نعد بقى الفراغات بتاعتنا باللون الاسود هنعد لقاها 9. يبقى فوق كل مروحة من دي هنعمل 9، تمام. يبقى انا كده خلصت اول واحدة. تاني واحدة برضو هعمل 5 سلسلة واعد 1 2 وادخل فوق تالت عمود، وهكذا 5 سلاسل واعد من تحت 2 عمود اسيبهم واخش في التالت. وبين بقى بين المروحتين بسيب 4 أعمدة، بقى 3 أعمدة واخش في الربع عشان اخلص يبقى العدد كده مظبوط. لو انا ماشيه صح من اول في عدد الاعمده والحاجات دي هتلاقيها مظبوطه باذن الله. ماشي. اخر حاجه عندي بقى، خلصت خلاص السطر ده. هبتدي ادخل في اول حته ابتديت فيها واروح عامله غرزه حشو. وانا كده خلصت اول سطر في اللون الاسود. الفراغات بالشكل دي. انا بقى عايزه اوصل للنص هنا عشان هبتدي اشتغل سطر جديد، فهعمل 2 سلسله واجي في النص كده واروح عامله غرزه حشو. انا كده هبدا سطر جديد. يبقى ده بدايه السطر. لو احنا مش هنتلخبط نعمل نحط هنا ماركر عشان ايه، الستش ماركر عشان ما ننساش. وبعد كده اعمل 5 سلسلة وادخل في نص الفراغ اللي بعده او الدايرة، نص الدايرة، واعمل حشو 5 سلسلة، وهكذا. هيبقى سهلة بقى، 5 سلسلة وادخل في النص واعمل حشو، 5 سلسلة وادخل في النص واعمل حشو على طول. ماشي، نخلي بالنا واحنا ماشيين نعد كويس الاعداد بتاعتنا اللي احنا بنمشي عليها. 5 سلسلة وادخل في النص واعمل غرزة حشو. انا كده خلصت السطر التاني. هبتدي بقى النقطة اللي انا ابتديت فيها، شايفينها دي اللي انا كنت عاملة 2 سلسلة وجيت في النص، هبتدي اعمل فوقها غرزة حشو. انا كده خلاص قفلت السطر التاني، كده سطرين. المفترض اعمل 5 اسطر. اول واحدة هشتغلها خالص هعملها 5 واقفلها خلاص. الاعداد اللي بعد كده او الوحدات اللي بعد كده بعملها 4، وبعد كده ابتدي اشبك. وانا بشبك بمشي اشتغل لحد ما اكمل برضو 5 اسطر، واحنا ماشيين هنشوف ازاي. انا بعيا كل سطر ببتدي بعمل سلسلتين، وبعدين اطلع في نص الدايرة بتاعتي او نص دايرة واعمل حشو عشان اكمل سطر جديد او ابدأ سطر جديد. بصوا بقى انا هنشبك ازاي. انا عندي كده رسم كروكي للشال مثلا. هبتدي مثلا يعني بالاول ب6 وحدات، فابتدي اشبك سطر كامل، وبعد كده الوحدات هتقل 5، اللي بعد كده يبقى 6 5 4 3 وهكذا على حسب العرض بتاعي اللي انا هعمله، تمام. الوحدات بقى هتتعمل من الجوانب، شايفين هو دي الحتة دي اللي احنا هشبك منها. وهنا في السطر اللي بعده بقى هشبك 1 2 3، 1 2 3، كل واحدة يبقى 3. اللي في النص دي هتبقى مشبكة 6 وحدات، شايفين ال6 دولت هيبقوا مشبكين في النص كده. يجي بقى نعمل التشبيك ازاي. انا بشبك ازاي،
اول سطر بشبكه عادي ما فيهوش حاجه، المشكله بس في التشبيك بين الايه، لما اكون اكتر من اتنين. انا عندي بشبك بسيب الفراغات، احنا عاملين خمس اسطر، فبسيب 1 2 3 4 5. الوحدات دي اللي عندي دي بسيب 5، 1 2 3 4 5 وحدات. وبعدين اجيب اعد 1 2 3 4. بعد كده الاربعة دولت اللي انا بعدهم بعد الخمسة دول، هم دول اللي انا هشبكهم، هشبك الوحدات في بعض واسيب بينهم الخمسة الاولانيين دول. يبقى نبتدي 5 وحدات هسيبهم، بعد كده الاربعة هبتدي اعمل تشبيك. انا معايا الوحدة اللي انا بشتغل فيها هرتفع 2 سلسلة، وبعدين اعد 1 2 3 4 5 خلاص، واعد 1 2 3 4. الرابعة دي 2 3 4 هبتدي امسكها عشان ابتدي اول الحشو بتاعي او التشبيك بتاعي. انا عملت 2 سلسلة، وبعدين هبتدي ادخل من تحت واروح عاملة غرزة حشو. هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل 2 سلسلة، وادخل على طول في اللي في ايدي اللي هنا قدامي دي، هعمل غرزة حشو في السلسلة اللي بعدها على طول، او في الدايرة اللي بعدها على طول. وبعدين هعمل غرزة، شايفين دي اول واحدة اهي، انا بجيب واحدة من اليمة الشمال، واحدة من يمة اليمين بشبك. وبعدين اعمل 2 سلسلة، وادخل في الدايرة المقابلة ليها في الوحدة التانية، واعمل غرزة حشو. وبعدين اعمل 2 سلسلة، وبعدين اخش في السلسلة او الدايرة المقابلة ليها في الجهة اليمين، واعمل غرزة حشو اهي بالشكل ده. سهلة ان شاء الله. وبعدين هدخل اكمل بقى شغل، هعمل ارتفع 2 سلسلة، وادخل في المقابلة ليها دي اهي التالتة دي، واعمل من تحت كده، واعمل غرزة حشو، هثبت بقى الوحدات، غرزة حشو. وبعدين هعمل 2 سلسلة، والتانية المقابلة ليها هرجع واعمل غرزة حشو. تمام. انا كده عملت كام وحدة؟ 1 2 3، عملت 3، فاضل واحدة. انا قلنا احنا هنشبك 4، هنشبك 4 ونسيب 5. تمام. اللي هي قدام دي هعمل سلسلتين، وفي الوحدة دي هعمل غرزة حشو في السلسلة اللي بعدها على طول، او الدايرة اللي بعديها. وبعدين هعمل 2 سلسلة، وارجع تاني في الرابعة الاخيرة بقى واعمل غرزة حشو. وانا كده عملت شبكت الاربعة خلاص. انا كده هشبك كمان جزء كمان في في الوحدة التالتة اللي قدامنا دي، 1 2 من على اليمين 3. انا هنا سبت 5 سلاسل كده هنا، ماشي. ودي برضو هسيب فيها 5، والمقابل ليها برضو هتبقى 5، واشتغل في الاربعة اللي قصاد بعض زي دي بالظبط. يبقى 5 سلاسل بسيبهم من التلاتة دول هنشتغلهم بعد كده هنشبكهم. بس الاول هشبك الوحدات في الحروف، وبعد كده ابتدي امن الجزء اللي جوه ده، عشان اوصل بقى لحد الجزء اللي انا هبتدي ان انا اشتغله ده تاني التشبيك. هبتدي بقى اعمل 5 فراغات. هبتدي الواحد اعمل 5 سلاسل، اكمل بقى السطر الخامس، انا كنت عامله 4. وبعدين ادخل على طول واعمل حشو، وبعدين 5 سلاسل، هبتدي اعمل 5 وحدات بقى، 5 دواير او 5 اللهم صل على سيدنا محمد، 5 فراغات. تمام. كأني بشتغل بالظبط السطر الخامس بكمله لحد ما اعمل 5 وحدات و5 فراغات. عملت 1 2 3 4، فاضل واحد، هعمل 5 سلسلة. خلاص خلصته. هبتدي بقى اجيب هعد خمس وحدات من التالتة دي 5، والستة ابتدي اشبكها بقى. مهم. انا عملت سلسلتين، بعد كده هبتدي ان انا اعمل حشو اهو، الاتنين قصاد بعض. بعدين اعمل 2 سلسلة، والوحدة اللي قصادها على طول الفراغ اللي قصادها هعمل يعني بالتبادل اللي قدامي، بعد كده اللي التانية اللي بعديها، وهكذا. 2 حشو، 2 سلسلة اسفة، وبعد كده حشو، وبعد كده 2 سلسلة، وفي اللي قصادها
الدايرة اللي قصادها هعمل ايه؟ هعمل حشو لحد ما اعمل الاربعة بالظبط زي ما عملنا في الاولانية، لحد ما اخلص الاربع فراغات عندي. اتنين، وبعد كده هعمل غرزة حشو واعمل واحد اتنين سلسلة، وفي المقابل ليها الجهة المقابلة هعمل غرزة حشو. بس كده يبقى انا كده خلصت عندي التشبيك. تمام كده، يبقى دي التشبيك اللي بين الوحدات، 4 تشبيكات واحنا بنسيب 5. احنا قلنا نيجي بقى نشتغل الفراغ اللي هو بين التلاتة دولت هنشتغل ازاي. انا عندي الوحدات انا سايبة هنا 5 5 5. تمام، ابتدي بقى اعمل اشتغل فوق ال5 دولت تشبيكات عادية خالص، يعني هعمل 1 2 3 بس هيبقى 4. يبقى أنا عندي 5 هنا، طبعا أنا السطر كده هيقل، يبقى هنا 4 4 4 وأقفل، بعد كده يبقى 3 3 3 وهكذا لحد ما ايه يقل 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 لحد ما المجموعة دي كلها تتقفل وتبقى كلها ايه مشغولة زي بعضها كلها خيط. أنا ببتدي على طول بعمل تشبيك، أول تشبيك بشتغله كأني ببتدي سطر جديد. الخيط اللي انا ببتدي بيه ان انا بداريه كده بالشكل ده واعمل 5 سلسلة وادار الخيط اللي معايا وانا ماشية. المهم خلي بالكم في البداية، وبعد كده هدخل في الفراغ اللي بعده واعمل حشو. انا عملت 5 سلسلة ودخلت في الفراغ واعمل حشو، كأني بالظبط بعمل الايه الشبكة اللي انا بعملها عادي اهي. تمام، بعدين هعمل 5 سلسلة وانا بداري الخيط اهو، خلي بالكم. ماشي، بعد كده بدخل في الفراغ والسلسلة اللي بعدها واعمل حشو، 5 سلسلة واعمل حشو. يبقى انا كده كانوا 5، السطر اللي انا شغالة فيه ده هيبقى 4 بس. بيقل طبعا عشان نقنن المكان ونحاول نداريه كله فهيقل. انا كده عملت 4، 1 2 3، انا اعمل 3 سلسلة خلاص، وابتدي بقى اللي قصادها دي هبتدي ان انا لا لسه عندي واحدة بشتغلتهاش، يبقى عندي 5 سلاسل وابتدي اقفل. انا كده خلصت خلاص ال4 سلاسل فوق ال5 اللي كانوا فاضلين. تمام، هبتدي بقى اخش هنا عشان اشبك الوحدة دي، الاول واحدة في ال5 اللي في الوحدة التانية بقى، فهعمل 3 سلسلة بس، وبعدين الف كده عشان اعرف اشتغل. وبعد كده هبتدي اول واحدة عندي في ال5 اللي هي بتاعت الوحدة التانية اللي قصادها، هما 3 دي تاني واحدة، فابدأ اول واحدة في ال5 فراغات اللي احنا سايبينهم او ال5 دواير، وابتدي اعمل حشو. يبقى كده ربطتهم مع بعض، وابتدي اشتغل عادي خالص، اعمل 5 سلسلة. تمام، واكمل بقى عادي لحد ما بخلص الوحدات بتاعتي، ويبقى هنا 4 وحدات، وابتدي برضو اعمل اشبك الوحدة التالتة وهكذا. عملنا كده 4. تمام، هنيجي بقى نشبك الوحدة التالتة، هنعمل 3 سلسلة، ودي اول واحدة في ال5. انا كده خلصت. تمام، يبقى كده انا ابتديت بقى ان انا اخلص خلاص الحمد لله. يبقى انا كده التالتة شبكتها، ابتدي اشبكها اهي، وبعدين اكمل بقى الاربع فراغات اللي انا عايزاها. طول ما انا ماشيه كده هيقل معايا، ابتدي اشتغل لحد ما اخلص ال5 وحدات دولت لحد ما يبقوا 4. انا كده خلصت اهو السطر بتاعي. هعمل 1 2 3 3 سلاسل. والبداية اللي انا ابتديتها خالص، البداية لو انت فاكرينها ان انا ابتديتها هنا في ال5 دور، او اهو اول ما ابتديت هدخل واعمل الحشو بتاعي بالظبط كده، يبقى في النص في اول ما ابتديت خالص. وبعدين اهو كده يبقى انا خلصت السطر اهو بتاعي. هبتدي بقى اشتغل برضو فوق ال4 سلاسل، هبتدي هعملهم مع بعض واوصلهم، فهيبقى معايا 3 فراغات. تمام، احنا قلنا كانوا بادئين ب5 4 3، هيقل طول ما انا ماشيه 2 1. ببتدي اعمل سلسلتين عشان اوصل للنص زي ما احنا متعودين نبدأ سطر جديد بالظبط كده. تمام، وبعدين هشتغل بقى ايه السلاسل بتاعتي طول ما انا ماشيه، بقلي لحد ما بلاقي واحد بس فاضل، وبعد كده اشبكهم وخلاص. كل سنه واحنا طيبين، يبقى احنا كده خلصنا التشبيك. يبقى انا بعمل 5 4، بعد كده 3 2 لحد ما بلاقي واحده بس، بشبكهم مع بعض اخر 3،
وبقفل السطور بتاعتي وانا بشتغل خالص عادي. 5 سلاسل وبعد كده حشو في النص، 5 سلاسل وحشو في النص، واجي بين الاتنين بعمل 3 سلاسل وبوصل لي اول واحدة في السطر، وابتدي اعمل برضو وارجع اعيد تاني 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل، وهكذا. يا رب يكون الشرح خفيف عليكم. تمام اهو. بصوا بتبتدي تقل ازاي الفجوة. انا كده خلصت الحمد لله. طيب ده بالنسبة للتشبيكات خلصناه اللي بين الايه اللي في النص. تيجي بقى الحرف بقى بتاعي اللي هو هيبقى على الكتاف. تمام. في برضو فراغات على الكتاف، احنا عملنا من النص ولسه في فراغات على الكتاف. انا هبتدي املى الفراغات دي. انا في اللي هم على الجنبين مش هشتغل فيهم، انا بس اللي يهمني الجزء اللي هيبقى على الكتاف بتاعي اللي هو العرض. تمام. العرض بتاعي من الايدي للايدي على طول ايه الاكتاف بتاعتي. فالمفروض ان انا مش هقنن، لا ده انا هوسع فيها عشان تبقى مفرودة. ما ينفعش ان انا اقلل هنا العدد. فببتدي في الجزء ده كده ادخل واعمل البداية بتاعتي واعمل 3 سلاسل، واخش في اللي قصادها كده واعمل غرزة حشو. ادي البداية، شبكت الاتنين كده مع بعض. تمام اهو. نبدأ بس الخيط عشان بيهرب، خيط رفيع قوي خلي بالكم. وبعدين عايزة ادخل في اللي قصادها دي، هروح عاملة 3 سلاسل وادخل فيها واعمل غرزة حشو. يبقى اول واحدة عملت فيها حشو، وبعد كده بعمل 3 سلاسل، واللي بعدها على طول بعمل حشو. اهي شبكنا الاتنين وبعد كده رجعنا هنا. التالتة دي السلاسل دول ككوبري بالظبط. هشتغل ازاي؟ هعمل 1 2 3 سلاسل، وبعدين هرجع اقلب كده الشغل بتاعي عشان اعرف بقى اعيد اعدله. هقلبه كده عشان ارجع تاني اعيد على الشغل اللي انا عملته، السطر اللي انا عملته ده او الوحدة اللي عملتها تحت دي. انا هوسع هنا بقى، فهشتغل في الوحدة اللي انا عملتها دي 2 عمود. فهعمل ايه؟ هاخد لفة على الابرة. تمام. واشتغل في الوحدة اللي انا عملتها او السطر اللي انا عملته تحت ده اللي هما ال3 سلاسل دول، هشتغل عمود بلفة، وبعدين اعمل 3 سلسلة واشتغل في نفس المكان برضو عمود بلف. يعني اول عمود عملته واشتغل الف الخيط على الابرة، وابتدي برضو في نفس المكان ادخل واعمل عمود بلف. انا كده هو بزود اهو، لو واخدين بالكم انا بزود الوحدات او بزود الفراغات عشان هبتدي اشتغل كأني ببني حاجة بوسعها. تمام. واعمل 3 سلسلة وادخل بقى هنا في الفراغ المقابل في اليمة التانية واعمل حشو. هو شايفين احنا كنا بادئين بفراغ واحد، بعد كده عملنا ايه؟ ابتدى ان هو يوسع. فهمشي كده طول ما انا ماشية بوسع واحدة. تمام. بعد كده هعمل 3 سلسلة ككوبري، واخش هنا في الفراغ اللي بعديه في نفس الايه الوحدة اللي بعملها، واعمل حشو. وبعدين هعمل 3 سلسلة، 3 4، هعمل 4 سلاسل وادخل في اللي على طول في اللي بعديها واعمل حشو. وبعدين هقلب الشغل بتاعي. انا هنا بتحايل بس على الشغل، واعمل 1 2 3 واخد لفة على الابرة. اول فراغ ده هسيبه واعمل في اللي بعديه على طول عمود بلف، واعمل 3 سلسلة، والفراغ اللي بعده على طول هعمل عمود بلف. طول ما انا ماشية كده الفراغ اللي بيني بعمل فيه عمود بلفة، 3 سلسلة عمود بلفة في الفراغ ده، وهكذا، بحيث ان انا بوسع بقى، ببني بوسع. تمام. علشان يديني الواسع اللي انا عايزاه في فوق في عند الاكتاف او فوق دراعاتي. واعمل حشو في اخر حاجة عندي. تمام. بعد كده هبتدي اعمل 1 2 3 4 واعمل هنا غرزة حشو.
وهكذا بقى شغلي كله هيبقى كده. تمام. احنا شايفين المكان بيوسع بالشكل ده لحد ما اخلص. انا هعمل 9 اسطر، هعد 1 2 3 4 5 9 من الجنب ده و9 من الجنب ده لحد ما بخلص الشغل اللي انا عايزاه. اهو كده انا خلصت. بص دي نهاية بقى الشغل بتاعي، هتبقى كده بين الاتنين، تديني الوسع اللي انا عايزاه. يجي بقى على الحروف بتاعة الشال من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال ومن تحت. انا نسيت اقول لكم ان انا ابتديت بسبعة. يعني هنا الشكل هو ابتديت فوق ب7، بعد كده اللي 7 6 5 4. تمام. طول الشال بقى بعمل طول الشال مترين من فوق، من الكتف من ايد للايد مترين، وفي العرض بتاعه هنا كده مترين، بيبقى حوالي يعني 90 متر كده. تمام. على حسب الوحدات بتاعتي. فانا بعمل ايه؟ الجنب ده الجنبين ومن تحت هي دي اللي انا بعمل فيها الشراشيب دي، هنبتدي نعمل الشراشيب دي. تمام. فبعمل ان الحروف بس دي اللي انا بملاها بقى، اللي احنا اشتغلناها المره اللي فاتت. هنا الجنبين بعمل فيهم الشراشيب، الوحدات دي الشراشيب دي. تمام. هي دي كده هثبتها في الاجزاء اللي عندي دي في الحروف. فانا بعمل ايه؟ بجيب الخيط بتاعي، انا جبت الخيط بتاعي وقسته، بعمل الطول، طول الواحدة حوالي 45 سنتي. وبعد كده بجمع وحدات بقى، بجمع 6 بجمع 7، وبعدين بتنيهم بالشكل ده على بعض، وبعدين بشبك واحدة واسيب الفراغ اللي بعده، وبعدين اشبك في اللي بعديه. يعني بسيب بس فراغ واحد بين الايه، بين كل شرشوبة والتانية، وابتدي اسحبه بالخيط لجوه، اسحبه بالابرة للداخل كده. وبعدين بقى انا بمسكه بقى بايدي عادي خلاص، ثم يدخل بمسكه بايدي. الابرة معلش، بدخله بالابرة بسحبه، بس انا الابرة بس بتساعدني في السحب، مش بشتغل بالابرة ولا حاجة. ماشي. وبعد كده بدخله بقى انا ايدي من جوه كده بفتح، وبعدين اروح مدخله الخيط كاني بعمل عقدة بالظبط لحد ما اخلص كل الشال بتاعي. اهي الوحدات دي اللي انا بملاها كلها. بس كده الحمد لله. يبقى احنا كده خلصنا الشال بتاعنا. تمام. يا رب ان شاء الله يعجبكم باذن الله، ونحاول نعمله مع بعض تاني. ماشي. إيه، انا كده هعمل واحده كمان عشان اوريكم. احنا بنجيب الوحدات طبعا الاعداد دي بيبقى راجع ليكي، لما تكون مليانه كده بتدي احساس حلو يعني. تمام. وبظبط بقى انا الخيط بتاعي وبسحب، بسيب 1 2 خلاص كده، واسحب الخيط بتاعي بالابره اهو كده. بسحب الخيط كله، خلي بالك عشان مفيش واحده تفك معانا. بحاول اسحبه كله، وبعد كده بعمله بايديا، بسحبه وبفتحه كده بصباعين الاتنين، وبروح شادة الخيط واعمل ايه عقدة. بس كده يا جماعة الحمد لله، اللهم لك الحمد. خلصنا الشال، يا رب يعجبكم بإذن الله. إيه، يلا لايك وشير يا جماعة، وفعلوا الجرس الأحمر عشان يوصلكوا كل جديد. ان شاء الله نتقابل فيديو جديد. واذا عجبكم الفيديو يلا نتقابل ونشارك مع بعض يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، هو شال جميل جدا، صعب في شغله بس حلو جدا، الحمد لله رب العالمين.